كأس العالم هذا لو كأس العرب، فهموني شو الحماس، شو الروح، شو القتال اللي بالملعب. المغرب تفوز 3-0 على الإمارات وتتأهل إلى النهائي في بطولة كأس العرب. حط لايك ومتابعة، وتعال خلينا نسولف عن المباراة شوية. اسود الأطلس قدمت مباراة ولا أروع، سواء من ناحية الدفاع أو من ناحية الهجوم. التبديلات اللي سواها المدرب المغربي بالشوط الثاني هي اللي حسمت المباراة. نزل اللاعب عبد الرزاق حمد الله، فحمد الله سجل هدف وصنع هدف، وهاي تنحسب للمدرب. برافو يا مستر طارق السكتياوي. المنتخب المغربي كل الزينين بالعرضيات، فاستغل الفرصة وقضوها عرضيات وقدروا يسجلون 3 أهداف قدام المنتخب الإماراتي. لكن المنتخب الإماراتي تعبانين بدنيا، وهذا بسبب آخر مباراة لهم ويا الجزائر، لعبوا 4 أشواط إضافة إلى ركلات الترجيح، فتعبانين بدنيا، يعني 120 دقيقة. فالمنتخب المغربي كان أفضل منهم بدنيا. لكن لا تنسون، هذا مو المنتخب المغربي الأول ولا الثاني، هذا المنتخب الثالث، يعني أعمارهم أصغر من المنتخب الإماراتي. ورغم كل هذا خلصوا المباراة وهم مرتاحين. الشوط الأول المنتخب المغربي كان الأفضل، وبالشوط الثاني الإمارات بدأت بداية قوية من هجمات، عرضيات، قطع كرات. لكن المدرب المغربي تحس قارئ المباراة ومحضر لها كل الزين، وبالتبديلات قدر يسيطر على المباراة ويفوز. ألف مبروك يا أسود الأطلس، هذا الفوز المستحق والتأهل إلى النهائي. وهارد لك للمنتخب الإماراتي اللي قدم مباراة مميزة، وبانتظار النهائي يا أسود الأطلس. المنتخب الأردني تأهل إلى نهائي كأس العرب لأول مرة بتاريخه. المنتخب الأردني يفوز 1-0 على المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب. حط لايك ومتابعة، وتعال خلينا نسولف عن المباراة شوية. خلال هذا الفوز وهذه المباراة يثبت المنتخب الأردني عن تطور الكرة الأردنية. المنتخب الأردني لعب بكل روح قتالية ودافع بشكل مو طبيعي حتى يحافظ على النتيجة والتأهل. وصراحة بعض اللاعبين مال السعودية تحسهم جايين غصبا عليهم، لا روح لا شغف، يتمشون بالملعب وحتى ضغط ما يضغطون. المنتخب السعودي كان يلعب على أخطاء المنتخب الأردني وينتظرونهم على خطأ، أو الحكم يحسب لهم ركلة جزاء. الشوط الثاني المنتخب الأردني دخل بحماس وشغف وتكتيك من تعليمات المدرب جمال السلامي. وليش؟ حتى يسجلون الهدف، وبالفعل من عرضية اللاعب محمود المرضي على رأس اللاعب رشدان، وبالهدف. دفاع المنتخب الأردني ما خلوا ناصر دوسري يتنفس، مو يلزم كرة، اختفى من الهجوم تماما. وبالنهاية منتخب الأردن كان يستحق الفوز بجدارة. ألف مبروك المنتخب الأردني الفوز والتأهل إلى النهائي، وهارد لك للمنتخب السعودي. وانتظار نهائي ممتع وناري يجمع بين المغرب والأردن يوم الخميس.